السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحة جيدة ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان او الصورة المصغرة، جبت لكم في هذا الفيديو اكثر من 50 سؤال من الاسئلة ديال الشفوي اللي طرحت على المترشحين هذه السنة والسنة الماضية. والاشارة الاخوان، اغلب الاسئلة ديال السنة الماضية راه تعاودات هذه السنة، وبحال ديما الاخوان الاسئلة مع الاجابة ديالها باش هكا توجدوا مزيان. فما تنساوش دعم المقطع بلايك وتبارطاجيو مع صحابكم وتخلي لي شي تعليق محفز وتشتركوا في القناة الا كنتم مازال ما اشتركتوش. ويلا نبداو على بركة الله. نبداو بأول سؤال. أول بلد فاز بكأس العالم؟ الأوروغواي. من هو مؤسس مدينة مراكش؟ مؤسس مراكش هو القائد والأمير يوسف بن تشافين بن إبراهيم. لأي دولة تنتمي جزيرة صقلية؟ تنتمي جزيرة صقلية لدولة إيطاليا. المدينة المعروفة بموسم الورود؟ قلعة مكونة. ما هي السوسيولوجيا؟ علم الاجتماع. ما هو اسم مدينة المحمدية سابقا؟ كان اسم المحمدية سابقا فضالة. ما هي عاصمة إثيوبيا؟ أديس بابا. كم عدد المحيطات في العالم؟ عددها 5، وهي المحيط الهادي، المحيط المتجمد الشمالي، المحيط الجنوبي، المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي. ما هي عاصمة الأرجنتين؟ بوينس آيرس. أول امرأة أمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ خديجة رضي الله عنها. متى كانت حرب الرمال؟ كانت حرب الرمال في أكتوبر سنة 1963. متى كان زلزال أكادير؟ كان بتاريخ 29 فبراير سنة 1960. من هو الأمين العام للأمم المتحدة؟ أنطونيو غوتيريس. ما هي عاصمة موريتانيا؟ نواكشوط. كم عدد لاعبين كرة اليد؟ 6 لاعبين أساسيين وحارس مرمى. ما هو تاريخ استقلال المغرب؟ 1956 كانت السنة التي استقل فيها المغرب. كم عدد لاعبين الكرة الطائرة؟ 6 لاعبين. ما هي عاصمة الضباب؟ لندن عاصمة المملكة المتحدة. من هو رئيس لجنة القدس؟ الملك محمد السادس. كم عدد الركعات في صلاة الجنازة؟ تكون 4 تكبيرات، يعني ماشي بحال الصلوات العادية. ما هي عاصمة البرتغال؟ لشبونة. من هو صاحب مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة؟ نابليون بونابرت. كم هي نسبة الماء في الكرة الأرضية؟ تمثل نسبة 71%، ومعظمها ماء غير صالح للشرب. أول صبي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب. من هو الطائر الذي تكلم مع سيدنا سليمان؟ طائر الهدهد. ما هو أكبر نهر في المغرب؟ نهر درعا. ما هي عاصمة عبدة؟ مدينة أسفي. اليوم العالمي للمرأة؟ 8 مارس. شركة مغربية سابقة كانت تقوم بتكرير النفط؟ شركة لاسامير. ما هي أكبر مدينة في إفريقيا؟ مدينة القاهرة. أين يوجد أكبر مسجد في المغرب؟ يوجد بالدار البيضاء، وهو مسجد الحسن الثاني. أين تقع جزيرة مدغشقر؟ تقع بالمحيط الهادي وتابعة للقارة الإفريقية. كم هي عدد قارات العالم؟ 7 قارات، وهي آسيا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أوروبا، وأستراليا. ما هي عاصمة اليونان؟ أثينا. ما هي عاصمة البحرين؟ المنامة. ما هي عملة تركيا؟ الليرة التركية. ما هو صوت الضفدع؟ النقيق. من هو مؤلف كتاب البؤساء؟
فيكتور هيوغو. ما هو الاسم القديم للدار البيضاء؟ أنفا هو الاسم القديم لمدينة الدار البيضاء. ماذا يقصد بعلم السوسيولوجيا؟ يقصد بعلم السوسيولوجيا علم الاجتماع. ما هي التركيبة الكيميائية للماء؟ H2O. متى دخل المغرب تحت نظام الحماية؟ دخل المغرب تحت نظام الحماية سنة 1912. ما هي أقدم جامعة في العالم؟ هي جامعة القرويين بفاس. من كان أول رئيس للولايات المتحدة؟ جورج واشنطن. من هو رئيس روسيا حاليا؟ فلاديمير بوتين. سنتيمتر كم يساوي من مليمتر؟ 1 سنتيمتر كيساوي 10 مليمتر. متى بدأت الحرب العالمية الثانية ومتى انتهت؟ بدأت الحرب العالمية الثانية سنة 1939 وانتهت سنة 1945. من هو أمير الشعراء؟ أحمد شوقي. من هم الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وعثمان بن العفان. من تكون خديجة بنت خويلد؟ هي أم المؤمنين وأول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الذهب الأسود؟ النفط. أين توجد جامعة الأخوين؟ توجد جامعة الأخوين بمدينة إفران. أين يتواجد مكان الطاقة الشمسية المعروفة بنور؟ بضواحي مدينة ورزازات. في أي سنة تم استرجاع وادي الذهب؟ تم استرجاع وادي الذهب سنة 1979. أين يوجد تمثال الحرية؟ يوجد تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك بالتحديد. ما هو أسرع حيوان بري في العالم؟ يعتبر الفهد أسرع حيوان بري في العالم. ما اسم أول مسجد بني في الإسلام؟ مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه للمدينة المنورة. إذا خوتي خواتاتي كان هذا آخر سؤال في هذا الفيديو. مازال إن شاء الله غادي نجمع أسئلة أخرى ونبحث على الإجابة ديالها بطبيعة الحال ونجيبها لكم فيديو آخر. إذا غادي يكون إن شاء الله الجزء الثاني باش هكا تمشيو واجدين مزيان للشفاوي. فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش لايك، تشتركوا في القناة إلا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي فيديو جديد، وتخليوا لي شي تعليق محفز. ونصيحتي لكم ديروا دويره في القناة، كاينه فيديوهات غادي يفيدوكم بزاف في هذه المرحلة. تحياتي.